شكرا يا جماعه في حلقه جديده. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه السنه الجديده. انا عارف انها متاخره شويه، دخلنا في لحد نص شهر واحد بس معلش. وبرضه اسفين على التاخير الفتره اللي فاتت دي بسبب كم مشغولات كانت ورايا، بس ادينا رجعنا وان شاء الله هننتظم ومش هيحصل اي فتره من الفترات دي تاني. وبرضه الفتره اللي فاتت كنت اتفرجت على كل الحاجات اللي كانت نزلت في السينما وعلى مواقع الاستريم وده عامل حسابي ان احنا هنناقشها مع بعض ان شاء الله في حلقات اول باول. يا اما بقى حاجه تانية، ودي اللي حابب اسال حضراتكم فيها في اول الحلقه، ان مثلا فيلم زي افاتار وجلاس اونيون والحاجات دي اللي فاتت عليها وقت، تحبوا نعملها في صوره حلقات ولا نطلع في صوره لايف زي ما بنطلع ونقعد نتناقش عن الافلام دي باستفاضه براحتنا، ويكون مثلا ميعاد اللايف على بكره بالليل؟ دي حاجه حابب اعرفها من حضراتكم في الكومنتات، فبرضه اكتبوها لي. وبس هنبدا بقى باول فيلم من الافلام اللي كانت متاخره علينا، ده هو فيلم نبيل جميل اخصائي تجميل، اخر افلام محمد هنيدي اللي نزل في السينمات. واللي انا شفته اول ما نزل، يعني من قبل ما يكون في اراء او انطباعات ايجابيه او سلبيه او اي حاجه في الدنيا، دخلته فيلم لهنيدي مش هفوته. وبس جايين نتكلم عنه النهارده. بس اهم حاجه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس، ويلا بينا. انا محمد طارق من افلامينجو. يا ستي دكتور، بكبر اصغر اشد انفخ كده عجلات يعني. بصوا يا جماعه، تقريبا كده اخر او لايف طلعته او اللايف اللي قبل الاخير كان في حد سالني هو ايه الفيلم الجاي لهنيدي او ايه اي اخبار عن فيلم هنيدي. قلت له والله هو انا اللي اعرفه الاخر حاجه شفتها ليها علاقه بافلام لهنيدي كان اعلان فيلم كينج سايز، اللي هو القطه اللي كان اعلان اللي فيه قطه كبيره ده بتهجم على هنيدي، واعلان اظن يعني اغلب الناس شافوه يعني. تمام. وقلت ان المفروض ان ده الفيلم اللي انا فاهم ان ده الفيلم اللي جاي لهنيدي المفروض. مرة واحدة يوم الاثنين 26 ديسمبر قال لك بعد بكرة. يعني انا عرفت بعد بكرة في فيلم لمحمد هنيدي جاي. يعني السوبر ستار محمد هنيدي في فيلم نزل له بعد بكرة. طب الفيلم ده اسمه ايه؟ اسمه نبيل جميل اخصائي تجميل. طب ممكن نشوف الاعلان؟ لسه ما اتعملش. طيب فين الدعاية؟ فين الموضوع؟ يعني فيلم لمحمد هنيدي طلع كده مرة واحدة، اللي هو احنا كنا قاعدين ومرة واحدة في فيلم اسمه نبيل جميل اخصائي التجميل عمله محمد هنيدي. والله انا بالنسبة لي الموضوع كان غريب، بس الموضوع ما كانش مشكلة. يعني اصل تعال نشوف مين اللي في الفيلم مع محمد هنيدي يا جماعة. محمد هنيدي ومحمد سلام ونور ورحمة احمد الكتائب بدور مربوحة، ومحمد رضوان الموجود في مسلسل موضوع عائلي اللي كان مكسر الدنيا بشخصية محمد رضوان، قصدي بشخصية رمضان حريقة. كاست جامد. مين المخرج؟ خالد مرعي، غني عن التعريف. مش عايزين نتكلم في كميه الاعمال الجامده قوي اللي عملها لنا خالد مرعي. بس يعني هو انا مش يعني انا داخل بالمقدمه دي عشان اقول ان انا ما عنديش مميزات. للاسف اخر حاجه كنت اتخيلها ان فيلم لمحمد هنيدي يكون بالمنظر اللي انا شفته. يعني انا كنت عمال بتفرج وبفكر في حاجه واحده بس، ان انا لازم اعتذر لفيلم تماسيح النيل على اللي انا قلته، لان فيلم تماسيح النيل بمدى بمدى السوء اللي كان فيه، وبمدى اللي انا كنت خارج من السينما متنرفز وصعبان عليا الوقت اللي قضيته. والله الفيلم ده فيه قصه عن فيلم نبيل جميل. يعني فيلم نبيل جميل المفروض بيحكي عن ايه؟ بص، هي دي مش مره قوي خلوها دردشه، لان الواحد متضايق على اللي هو شافه من الفيلم، وخصوصا من فنان كبير زي محمد هنيدي، خصوصا من فنان انا بحبه جدا جدا. وزي ما قلت يعني من غير ما يكون في اعلان للفيلم، من غير ما يكون اي حاجه، انا نازل اتفرج على فيلم محمد هنيدي. تمام. القصة المفروض عن واحد شغال دكتور تجميل اسمه نبيل جميل، باينة يعني من اسم الفيلم. المفروض انه كان زميل نور في الجامعة، وبعدين لما اتخرجوا هي شغلته عند باباها في المستشفى، وبعدين حصلت خلافات، وبعدين كان هو في عملية عملها جابت له فلوس كتير بقى غني، وبعدين دخل في صراع بقى البقاء يعني الموضوع شبه شويه المسلسلات اللي الناس كانت بترتضيها بتاعت محمد رمضان والكلام ده كله، شبه نفس الايه، نفس التيمة او بس من غير ما يخش السجن. او ممكن برضو افلام بتاعت محمد رجب اللي هي الغلبان اللي بيقف قدام واحد قوي، وبعدين الغلبان ده ربنا بيرزقه عشان يبقى قوي قد القوي، وبعدين يهزمه الكلام ده كله. هي دي المفروض ان دي القصه اللي الفيلم بيقدمها لنا. بس غير كده مفيش بقى حاجه في الفيلم. يعني الفيلم جواه فاضي على كل حاجه. على الكوميديا فيها محاولات كوميديا بجد تكسف. يعني عارف يعني ايه ما تبقى قاعد مثلا في السينما يتقال افيه، انا قاعد مثلا حاسس يا نهار اسود على الاحرار، ايه القرف اللي بيتقال ده. هي دي نفس الحاله اللي تدينا وانا بتفرج على الفيلم، اللي هو ايه يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده. حتى محمد هنيدي، حتى محمد سلام، كل واحد في الفيلم ده. محمود حافظ من الناس اللي كانت موجوده في الفيلم بحبهم جدا.
كل واحد في الفيلم ده كان بيحاول يعمل اسوأ عمل ليه. يعني انا كان كلهم واقفين اللي هو يلا احنا دلوقتي كلنا عندنا رهان ان احنا هنطلع الفيلم ده فيلم وحش. ما انا مش فاهم انتوا فعلا يعني محمد هنيدي اللي لحد النهارده لو رحت اتفرجت على فيلم الصعيدي في الجامعه الامريكيه ولا اي ولا صاحب صاحبه ولا اسماعيليه راح جاي ولا اي حاجه من الافلام دي، لو رحت اتفرجت عليها دلوقتي بعد 5200 مره من المشاهده اللي انا شفتها لهم هضحك. ولما اتفرج على فيلم محمد هنيدي نازل السنه دي ومعاه كميه الناس الجامده دي يكون بالمستوى ده من تقل الدم، فيلم يحرق الدم، فيلم يضايق، فيلم يخليك قاعد بتتفرج ما انتش فاهم هم عايزين ايه. القصه التسلسل الاحداث، عارفين يا جماعه مثلا لما تفتح على التلفزيون حلقه من اس ان ال ساتردي نايت بالعربي مثلا او حاجه زي كده، تقعد تتفرج على سكتش وبعدين يعني سكتش بعدين بيخلص، فبعدين يروح حكي لك سكتش تاني مثلا ده في الفضاء مثلا ده كان في عياده، وبعدين سكتش التاني مش عارف ده كان فين، والسكتش التالت ده كان فين، وهكذا لحد ما الحلقه تخلص. او فيلم نبيل جميل رامي على كده بس سكتشات رخمه. يعني احنا هنعمل سكتش في مستشفى، سكتش غريب، كل الناس اللي بتعمل فيه تصرفات غير مبرره طول الفيلم، مش يعني حتى كل حاجه كرتونيه. وبعدين هنخش بقى من المستشفى هنجيب لك ايه زي ما يكون حاجه كده في البيت زي برضه سكتش تاني. وبعدين بقى هنحسسك في سكتش تالت ان انت في الصعيد وبنعمل افيه على جواز عتريسه من فؤاد باطل ولا جواز فؤاد من عتريسه باطل ولا مش عارف ايه، مش عارف. بعدين هنعمل افيه بعدين وهكذا 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 لحد ما المره واحده يعني انت بتبقى قاعد كده الفيلم خلص. طب خلص ليه، وخلص على ايه، وخلص امتى، وخلص عشان ايه، وخلص انا استفدت ايه؟ مش مهم. المهم ان احنا عملنا مصلحه تقريبا من الفيلم ده اللي كان مطلوب. واللي ينرفز ان انت تلاقي بص مكتوب ايه، فيلم محمد هنيدي الجديد يحرز اعلى ايرادات في تاريخ افلام نهايه العام في السينما المصريه. اوف على دي ارقام ممكن تتحكم او ممكن تقول بشكل ما ان الفيلم ده فيلم حلو. بالمناسبه برضه حاجه من الحاجات اللي كانت مضايقاني يعني في الفيلم هو القدره السحريه اللي عند محمد هنيدي. يعني محمد هنيدي بسم الله ما شاء الله عليه، تخش له عمليه التجميل، والله لو في عربيه نص نقل داخله في وشك وانت داخل له بالعربيه نص نقل في وشك هيطلعها لك في 3 ثواني. بيخشوا الناس في العمليات بيبقى وشهم بايظ وبعدين يطلع عادي. احنا طالعين حتى مش حاطين قطن على وشنا مثلا شويه، لا احنا طالعين سلام، بس حاطين بلاستر هنا عشان المصداقيه، عشان الناس ما تقولش ان احنا ما عملناش العمليه بجد، حاطين بلاستر هنا مش عارف ليه. عمليات برضو حتى العمليات اللي بتبوظ بتحصل بشكل اللي هو ايه، يعني العمليه بتحصل بتخلص بتلاقي الوش اتنفخ، الوش فسه، مش عارف ايه حصل ايه، اللي هو يا جماعه يعني الفيلم ده مثلا لو كنت اتفرجت عليه بطولة علي ربيع ما كنتش هبقى متضايق بالشكل ده، مع انه فيلم وحش. يعني انا كنت لو بطولة مثلا اي حد تاني مثلا اقل من محمد هنيدي والله كنت هقول يعني عادي، يعني كنت هبقى متضايق ومتعصب، بس ده مستوى الفنان ده، هو ما بيعرفش يختار ادوار، مش ده اللي انا هنتظر منه الكوميديا. المفروض انتظر كوميديا من مين؟ من اساطير جيل الالفينات زي احمد حلمي ومحمد هنيدي فلما محمد هنيدي يعمل فيلم زي ده تبقى مشكله. انا قصدت اول حلقه دي بسيره تماسيح النيل ليه؟ لان تماسيح النيل رغم كونه فيلم بشع بس هو عنده شيء بيحكيه. يعني هو فيلم بشع وقصته ملهاش لازمه ب2 جنيه، وانت اصلا مش فاكر القصه كانت عامله ازاي ولا فاكر اي حاجه عن الفيلم، بس انا فاكر انه كان فيلم. يعني انا فاكر عن تماسيح النيل ان كان في حاجه احنا بنقولها. فيلم نبيل جميل اخصائي التجميل انا مش لاقي حاجه بنقولها. يعني انت حتى بيحصل حاجات غريبه، بيبقى في حاجه بتحصل وبعدين تلاقي الناس دخلت عملت حاجه غريبه جدا، وبعدين بتلاقي كل ردود الافعال بتاع كل الناس اللي في المكان راحت في مكان عملوا حاجه اللي هو انتوا بتعملوا ايه؟ الفيلم ده للاسف اهانه في تاريخ محمد هنيدي اللي كان من كام سنه لما اخر كنا بنقول مثلا والله انا في فيلم مثلا يعني وش اجرام ده انا ما حبيتوش لمحمد هنيدي، واحد مثلا يقول لك مثلا لا ده انا صاحبه ده مثلا ما بينزلش من دور، اللي هو مثلا ايه، يعني هتلاقي كل واحد عنده فيلم ما بيحبوش مثلا لمحمد هنيدي. حاليا واحنا في 2023 ممكن نعمل قائمه باسوا 5 افلام عملها محمد هنيدي وهنلاقي افلام سيئه تتحط في القائمه وهنلاقي كلام كتير عملناه. يا جماعه فيلم نبيل جميل اخصائي التجميل انا بعد ما خلصته بقيت قاعد افكر في حاجتين، اعمل له مراجعه ولا اعمل فيديو
عن اسوأ الافلام اللي شفتها في 2022 عشان احطه رقم واحد. يعني انا كنت حاسس ان انا لو كنت عملت فيديو حطيت فيه رقم واحد كنت هبقى اهدى، بس الصراحه لا، اقعد اتكلم في فيديو لان انا متضايق. لان انا بحب محمد هنيدي، متضايق لان المفروض ان يعني الافلام الكوميديه هي اكتر افلام في السينما المصريه انا بكون مرتبط بيها، لان انا بحس ان الكوميديا فعلا اللي بتطلع في الافلام المصريه بتبقى حلوه وبترتبط بينا، لان هي الكوميديا بتبقى حاجه بيقولها بلغتك وبيتكلم في واحد عايش في نفس البيئه وفي نفس المكان اللي انت عايش فيه، فبتوصل لك بسهوله وبتاثر معاك. انما لما اخش الفيلم الواحد من اجمد واكتر الناس اللي ضحكتني في حياتي هو محمد هنيدي، ومعاه كاست تقيل قوي ومعاه ناس جامده قوي، ويكون الفيلم بالشكل ده، لا هنا في مشكله. لان محدش المفروض ان هو بيجبر محمد هنيدي يختار ورقه، محدش المفروض ان هو بيخلي محمد هنيدي يعني جبره يعمل حاجه هو مش عايز يعملها. هو اللي اختار يعمل ده، هو اللي جاله ورق الفيلم ده وشاف ان الفيلم ده هو يكون فيلم مناسب انه يرجع فيه بالسينما بعد الانس والنمس. يعني بالمناسبه الانس والنمس مثلا فيلم الناس اختلفت عليه وانا فاهم ده، بس كان فيلم متوسط، فيلم قادرين نقول يا جماعه فيلم عائلي لو عيله رايحه السينما مع بعض، حاجه ظريفه كده جو لطيف ومحمد هنيدي وبتاع، بس مش فيلم سوبر، مش هتروح تشوف اعظم فيلم في تاريخ هنيدي، بس على الاقل هتتبسط الى حد ما. الفيلم ده يعني انا شايف ان مروحه السينما حرام، وفرجه في البيت لو انت نزلته من على النت غلط وحرام، لان هو ما يستاهلش. فيلم سيء. انا مش عايز اكون الشخص اللي بيدعو الناس اللي هي ما تروحش السينما، روح اتفرج اعمل اللي انت عايزه دي، بس انا عن نفسي انا مش شايف ان فيلم نبيل جميل ده يعني مش نقطة سودا في تاريخ هنيدي. دي حاجة كده ممكن لو واحد ما يعرفش هنيدي واتفرج على الفيلم ده أول مرة، ممكن لو حلفت له إن الممثل ده بيعرف يضحك أو بيعرف يقدم كوميديا هيقول لك أنت كذاب. لأن يعني واحد أول مرة قعدته قدام الفيلم ده وبعد الفيلم قلت له بص أنت عارف محمد هنيدي ده اجمد مش عارف كوميديان ولا شوف له مش عارف فيلم، يقول لك يا عم ده بيضحك، هو ده بيعرف يعمل حاجه. ده نظره واحد جديد هيقعد يتفرج على محمد هنيدي، على واحد ايام ما جيلنا كان طالع كان بيشوف بقى صعيدي في جامعه امريكيه والحاجات الجامده دي، كل دي كنا بنشوفها واحنا صغيرين، وكنا هنيدي ده كان بالنسبه لنا اللي هو خلاص فيلم هنيدي ده اكتر فيلم لازم نلحق نخش السينما، لازم هنموت ضحك حتى لو الفيلم مش بيحكي قصه. يعني ما بقولش مثلا عشان برضو من انتقادي للقصه في الفيلم ده، ما بقولش ان مثلا ان انت لازم تحكي قصه في الفيلم. يا عم قدم فيلم كوميدي من غير قصه، فيلم وش اجرام يعتبر ما فيهوش قصه، فيلم امير البحار ما فيهوش قصه، بس افلام بتضحك، افلام كوميديه، افلام افات فيها اللي بتعلق معاك، افلام ممكن تشوفها مره واثنين وثلاثه. انما الفيلم ده هو ولا قصه ولا رساله ولا كوميديا ولا تمثيل ولا اخراج، هو وفي CGI برضه استخدم في الفيلم كان بيوجع العين. فللاسف فيلم نبيل جميل اخصائي تجميل اخر افلام محمد هنيدي هو فيلم صفر، وفيلم نقطه سودا في تاريخ محمد هنيدي للاسف. اتمنى يراجع نفسه، اتمنى نشوف افلام تانية تبين رجعه هنيدي. بشكل عام لازم يعني الممثلين الكبار اللي في السينما المصريه يركزوا شويه في اختياراتهم، لان الفتره الاخيره الموضوع بقى غريب يعني، وممكن نبقى نتناقش مع بعض في ده في حلقه من الحلقات. بس وكده نبقى وصلنا لاخر الحلقه. ممكن اكون لا انا مريتش على الفيلم، انا اديته حقه الصراحه، بس يعني ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس وتصنيف كل جديد. سلام.